لو انت في ثانويه عامه وسمعت كل الكلام السخيف ده فالفيديو ده عشانك. انت يا ابني في ثانويه عامه وانتي ثانويه عامه، طبعا دي اهم سنه في حياتك. طبعا امال ايه؟ انت عارفه لو ما دخلتيش طب مش هيبقى ليكي اي لازمه في المجتمع، وانت لو ما دخلتش هندسه وكمان بترول مش هيبقى ليك اي لازمه. يا ابني انت لسه ماسك الموبايل، وراك مذاكره. ايه تعبتي؟ يا سلام، ما كنت طول السنه بتعملي ايه؟ بتلعبي. كويس انك اتزنقتي في اخر السنه. ثانويه عامه مش قرار مصيري زي ما هما بيقولوا لك، ولا اللي هي هتغير لك حياتك عشان لو دخلت كليه طب او دخلت كليه هندسه فانت كده حد ليك قيمه في المجتمع، ولو ما دخلتش حاجه غير دول يبقى انت سوري مالكش اي لازمه. الكلام ده مش صح. انا عارفه انت في ثانويه عامه قد ايه تعبت، وعارفه انه اخدت دروس كتيره واهلك تعبوا معاك جدا. عارفه كمان اني اوقات كتير كنت بتضغط في المذاكره وفي الحياه وفي الزحمه ومكنتش عارف تبقى بترتب ايه وتعمل ايه. فانا عارفه انك خلاص وصلت لاخر مرحله، يمكن خايف لانك مش عارفه النتيجه هتكون عامله ازاي، ويمكن قلقانه يا ترى رد فعلها هيبقوا عاملين ازاي. انا عايزه اقول لك ان ثانويه عامه مش نهايه الكون. ثانويه عامه دي مجرد محطه من ضمن المحطات اللي بنعدي عليها في حياتنا، سواء دخلت كليه طب، سواء هندسه، سواء تربيه، سواء اداب، سواء حقوق، ايا كانت الكليه ربنا بيدي كل واحد على قد تعبه. وعارفه انك ممكن تتظلم في مجموع ثانويه عامه، لان ده وارد جدا وبيحصل في اوقات كتير. بس اللي انا عايزه اقوله لك، ربنا عمره ما بيحط حد في مكان هو مش عايزه فيه ابدا. ممكن يكون وانت داخل ثانويه عامه عندك احلام كتيره وطموحات، وفجاه تلاقي المجموع بتاعك بوظ لك كل طموحاتك. في الوقت ده اتاكد ان ربنا شايل لك حاجه احسن، وانت اصلا مش عارفها، لان احنا كده كده مش عارفين المستقبل عامل ازاي، لان دي حاجه في ايد ربنا ودي حاجه تطمن. فانا عارفه انك تعبت، وعارفه انك مضغوط جدا، وعارفه انه اهلك شادين عليك قوي انك لازم تذاكر وانك لازم تتعب، وانك لو ما طلتش كليه كويسه انت مالكش لازمه في المجتمع وكل الكلام ده. لكن الحقيقه انا مقدره جدا انك تعبت وانك استحملت، وعارفه انك ضغطت، وعارفه انك قد ايه بتتعب عشان توصل لحلمك. بس صدقني ربنا بيبقى عنده احلام لينا احسن من احلامنا بكتير.